نعود ونواصل معكم مشاهدينا الكرام. مساء الخير يا مغرب، دائما مباشرة على قناتكم الفضائية الشدة تيفي. يلا نواصل معكم في فقرتنا الموالية، الفقرة الأخيرة اللي نختم بها إن شاء الله، دردشة المساء. في دردشة المساء كما قلت سنخصصها للزيارة اللي تقوم بها، زيارة عمل يقوم بها عزيز أخنوش ووفد وزاري مهم جدا لمنطقة وجهة درعا فيلالت. درعا فيلالت يا معانة هذه الجهة بكل مناطقها، بإقليم الراشدية، بإقليم زاقورة، بإقليم تينغير، بإقليم ورزازات. عانت الفقر، عانت التهميش، عانت الإقصاء في سنوات خلت وحكومات سبقت. عانت التهميش، كانت تعيش في عنق الزجاجة، طالها الإهمال، فقر مدقع. هذه المنطقة تنعرفها مزيان مزيان. هذه الجهة ما خليت فيها حتى بلاصة، من الراشدية إلى ورزازات، مرورا بزاقورة ما خليت فيها، مرورا بتينغير، قلعة مكونة، بوماندالس، تينجدال، حتى طاطا، الريصاني، تينغير، سكورة، كل الأقاليم، كل مناطق، كل الجماعات تقريبا، ما نقولش كل الجماعات القروية زرتها ولكن أغلبها زرتها. فقر مدقع، حضيض، الظلم المجالي، الظلم المجالي. درعا فيلالت عانت الشيء الكثير. درعا فيلالت كان أهلها يئنون في صمت بالليل وبالنهار، ومن يسمع أنينهم. احنا سمعنا أنينهم، احنا وصلنا أنينهم، احنا من بين جبال تيشكا وصلنا أنينهم عبر برلمان الشعب وعبر مساء الخير يا مغرب، من خلال استضافة فاعلين وحقوقيين ومسؤولين، ومن خلال زيارتنا الميدانية المتكررة للجهة. وصلنا أنينهم، ماشي عام، ماشي جوج، ماشي ثلاثة، والحمد لله جاء الفرج. ونتمنى أن يكون الفرج من خلال هذه الزيارة الكبيرة جدا بوفد وزاري مهم جدا لنفض الغبار، غبار الإهمال على درعا فيلالت. نتمنى الأمل أن يحيا في قلوب وصدور أهل المنطقة درعا فيلالت. احنا غادي نناقشوا هذه الزيارة، شنو المشاريع اللي تم انطلاقها، الناس كيفاش استقبلوا الزيارة، مع مراسلنا بعين المكان بدرعا فيلالت اسماعيل أيت حماد، مشكور جدا. خليني نرحب بداية باسماعيل أيت حماد ومن بعد نمشي ونشوفوا الفيديو اللي عطانا نيت ومدنا به اسماعيل أيت حماد ديال هذا الوفد الوزاري المهم يقوده عزيز أخنوش. بداية السلام عليكم اسماعيل. عليكم السلام، اهلا بك زميل حسين، تحيه لك ولكل الزملاء، تحيه لمشاهدي شادة تيفي، وتحيه ايضا لمستمعي اذاعه شادة اف ام. شكرا لك اسماعيل أيت حماد، شكرا لك. يلا قبل ما نبداو معاك في بعض التفاصيل والتدقيق في هذه الزياره والمشاريع التي اعطيت الانطلاقه ديالها، وكيف ان هذه الزياره ستخرج درعا فيلالت من عنق الزجاجه وتنفض عليها الغبار. نشوف واحد الفيديو اللي مديتينا به انت اسماعيل أيت حماد، مشكور ومشكور جدا على مجهوداتك، وعلى ضوء نناقش ان شاء الله. اعطينا الفيديو. السلام عليكم. Voilà.
لإلقاء كلمة بالمناسبة. إذا تنفيذ مشروع متعلق بتطوير القطر الجامعي بورزازات المحترم السيد رئيس الجامعة التكنولوجيا الجارية تؤرخ لهذا الحدث لهذه الصبيحة الأكاديمية المتعلقة يتعلق بورزازات الكبرى تشييد المدرسة العليا للتكنولوجيا. جميل. الله يوفق، الله يوفق. ما نتمنى أن هذه الزيارة تكون زيارة الأمل بحق، وتكون زيارة نفض الغبار بحق على جهة درعا التافيلات. إسماعيل، مرحبا من جديد. مرحبا. الله يبارك فيك. اسماعيل، كيف ما تتعرف برلمان الشعب على شدا FM ومساء الخير يا مغرب على شدا TV، يعني كنا نقدر نقول لكم، ما نقولوش كنا من المنابر، ولكن كنا المنبر الوحيد في المغرب اللي سلط الضوء ما مرة ما جوج ما 10 ما 20 ما 30 ما 40 ما 100 ولمدة سنوات، يعني عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنوات 6 سنوات، ونحن نسلط الضوء على درعا تافيلات وعلى الإقصاء اللي تتعيشوا، وعلى التهميش اللي تتعيشوا، على الظلم المجالي اللي تتعيشوا، على الفقر اللي تعيشوا هما لها. ويا ما تكلمنا، وانت كنت من المساهمين الكبار سي اسماعيل فاننا حطينا ايدينا على واقع الحال كمراسلنا لا في شدا FM لا شدا TV، ومشكور لك كل هذه السنين ديال العمل، والحمد لله هاي النتيجه طيبه وطيبه جدا. رئيس الحكومه بوفد وزاري مهم جدا للوقوف على هذه الجهه واعطاء الانطلاقه لتدشين مشاريع تنمويه كبيره. مزيان. بدايه، كيف استقبل الناس اهل درعا تافيلات هذه الزياره؟ شكرا زميل حسين. وفقط أشير أن ما نقوم به هو جزء من الواجب ديالنا اللي خصنا نقوم به، وتنشكركم أيضا على المجهودات ديالكم وعلى الصدر ديالكم الرحب وعلى الدعم لنكون إعلام القرب دائما بجانب المواطنين. ننتقل إلى أقصى منطقة سواء في الجبال سواء في الصحراء لننقل واقع الجهة جهة درعا تافيلات وكذلك باقي الجهات. بالنسبة لهذه الزيارات، المواطنين في جهة درعا تافيلات تعقدوا عليها أمل كثيرة جدا، خاصة أن السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش جاء إلى هذه المنطقة في جولة على رأس وفد وزاري يضم وزراء ديال قطاعات حيوية. في شهر مارس المنصرم، منتصف شهر مارس المنصرم، كان رئيس الحكومة قد أشار في لقاء حزبي لحزب تجمع الوطن الأحرار في ورزازات، حينما كان يجيب على تساؤلات ديال المواطنين ديال المنتخبين اللي تيستعرضوا الإكراهات اللي تتعيشها المنطقة في قطاع الصحة، في قطاع التعليم، خاصة في قطاع التعليم العالي، الاستثمار. وكان وأنصت كثيرا وطويلا لهموم المواطنين والمنتخبين، وفي الأخير في الكلمة ديالو وعد أنه سيزور جهة درعا تافيلات على رأس وفد من الوزراء، وهو مكان يعني هذه الزيارة جت في هذا الإطار. في نفس التاريخ أيضا السيد رئيس الحكومة كما نقلنا في شدا FM ونقلة المنابر الإعلامية وعد بإحداث كلية للطب بجهة درعا تافيلات وبإحداث المستشفى جامعي. حينما أعلن بذلك في قصر المؤتمرات بورزازات صفق له الحاضرون كثيرا، لأنهم يعقدون أمالا على مثل هذه المشاريع الاستراتيجية، خاصة المستشفى الجامعي، خاصة المستشفى الجامعي وأيضا كلية الطب، لأنها ستوفر أطرا
من المنطقة ستستقر بالجهة، وبالتالي ستحقق اكتفاءها الذاتي، كما هو الحال بالنسبة لقطاع التعليم. إذا كنا نتذكر قبل 30 سنة و20 سنة أغلب المناطق خاصة القروية كانت تشكو من الهدر المدرسي، كانت تشكو في مشاكل من التعليم. الآن بعد توسيع العرض التربوي وإحداث الثانويات الإعداديات في القرى وفي المداشر، الآن تلك القرى اللي كانت تعاني من الهدر المدرسي فيها أطر من الشباب والشابات عندهم شواهد عليا يسيرون الآن شركات داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، يحتلون مناصب مهمة في الدولة. نعود إلى هذه الزيارة، قلنا أنها هي زيارة مهمة جدا. كان رئيس جميل اسماعيل أيت حماد بإحداث كلية الطب اسماعيل إذا الشق الأول المهم جدا هو أن المواطنين ينتظرون ويعقدون آمال كبيرة على هذه الزيارة، لأنهم عاشوا الكثير من الحجرة بين قوسين خلال سنوات سبقت. جميل، قل لي اسماعيل شنو، لأن الوفد الوزاري كبير كما قلت، قطاعات حيوية، شنو هي أهم المشاريع اللي من خلال تدشينها وإعطاء انطلاقتها اللي ممكن نستبشر خيرا بمستقبل الجهات الدرعة تافلات؟ حسب ما يبدو أن الحكومة تتجه إلى الاهتمام بقطبين في الجهة، لأنها شاسعة الأطراف، ونقاش كبير صاحب إنشاء هذه الجهة، أنها جهة كبيرة جدا جغرافيا، تمتد من الرشيدية إلى ورزازات زاكورة محامية الغزلان. إذا هناك اهتمام. مدينة الرشيدية كانت تدشين أو وضع إحداث مستشفى الجامعي وكلية الطب، واليوم توقيع اتفاقية شراكة من بين هذه الاتفاقية اتفاقية في قطاع التعليم العالي، القطب الجامعي بورزازات، خاصة في الجامعة القروية تارميكت. هناك أيضا توقيع اتفاقية بشأن بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلفة تقدر بحوالي 70 مليون درهم. إذا هذه مشاريع استراتيجية مهمة. هناك أيضا اطلاع على سير بعض المشاريع، خاصة القطاع ديال الإنتاج السينمائي، القطاع ديال الزربية البوزكيتية. رأينا الصور الأولى التي تابعناها هي صور من داخل المركب الجراحي الذي تم تدشينه بمستشفى سيدي حسين بن ناصر، الذي تابعنا احتجاجات بعض الأطر الطبية التي تعمل، وهنا نحييها حول أن الظروف غير ملائمة. الآن هناك مركب جديد، مواصفات جديدة، وبالتالي من شأن هذه التوسعة ديال المستشفى. هناك أيضا توقيع اتفاقيات أو توسيع وإعادة تأهيل المركز الشفائي سيدي حسين بورزازات، وهناك أيضا وعود بإحداث مستشفى الاختصاصات في مدينة ورزازات. من شأن هذه المشاريع أنها تحل المشاكل ديال التحويل ديال المرضى إلى المدن الأخرى، خاصة مراكش، الدار البيضاء، وشفنا مجموعة من المشاكل اللي وقعت احتياجات ديال المواطنين. نعم جميل. بالنسبة للعدالة المجالية، ربما هذا الشيء ربما ما يكونش طرقوا لي خلال هذه الزيارة، أو أنه رفعت هذه القضية ديال العدالة المجالية إلى السيد رئيس الحكومة ومن معه من وزراء، ولكن خلينا نناقشوها. أنت كمراسلنا، هناك الكثير من الناس يتذمرون، منهم فاعلين حقوقيين جمعويين إلى آخره، بورزازات تحديدا وبزاكورة، يتذمرون أنه يعني كاين واحد النوع ديال التمركز للمشاريع الحيوية بمدينة الراشدية. اسماعيل، بحال مثلا الان مستشفى جامعي غادي يكون في الراشديه، ملي تنتكلموا على الراشديه، ما بين الراشديه وورزازات ربما 300 ديال الكيلومتر اظن، الا ما غلطش في المسافه اسماعيل. اذا مراكش اقرب من الراشديه بالنسبه للورزازات كمثال. هنا ما كانش شي مطلب من المطالب، اما من الرئيس ديال ورزازات، رئيس المجلس البلدي كمنتخب، او الرئيس ديال تارميكت
كمنتخب بأنه يكون واحد النوع ديال لا تمركز في المشاريع الحيوية عوض الراشدية. هو ليس فقط مشكل البعد عن الرشيدية، وإنما أيضا حتى سكان مدينة الرشيدية، المرضى في مدينة الرشيدية مرضاهم يتم تحويلهم إلى مكناس وإلى فاس أيضا. يعني الرشيدية أيضا في حد ذاتها تعاني من التردي إذا أمكن أن نقول ذلك ديال الخدمات الصحية، وهناك احتجاجات. بالنسبة لتوطين المشاريع أو الإدارات، أظن أنه هناك دراسات وهناك أيضا نقاش، هناك ترافع، وحسب ما يبدو يوم أمس السيد رئيس الحكومة أعطى انطلاقة يعني بعض المشاريع وتفقد مشاريع أخرى، وكانت هناك وعود لبناء المستشفى الجامعي في مدينة الرشيدية، وفي المقابل هناك مستشفى التخصصات في مدينة ورزازات. إذا هناك توجه حسب ما يبدو لإحداث قطبين في الجهة، ديال مدينة ورزازات وقطب أيضا في مدينة الرشيدية. وبحكم أن الرشيدية هي عاصمة الجهة فأكيد أنها أوتوماتيكيا ستحتضن العديد من الإدارات. وفي نفس الوقت أيضا فمدينة ورزازات فهي في طريق يعني إحداث مجموعة من المشاريع، وتيبقى هذا الدور فعلا ديال المنتخبين ديال البرلمانيين أنهم خصهم يترافعوا. نعم جميل انهم يترافعوا باش ما تكونش واحد النوع ديال التمركز، بغينا نقولوا ديال تمركز الادارات بجهه معينه او باقليم معين، مثلا الراشديه في درعا تافيلات. اذا كان غادي يكون واحد النوع ديال التكافؤ في توزيع المشاريع التنمويه الحيويه بين الراشديه وورزازات وزاكوره وتنغير فجميل جدا، لتقريب دائما لتقريب. انت تتعرف بان الاساس في الاداره الان هو تقريب الاداره من المواطن المغربي. جميل جدا. مهم على اي نعم حسين، على ذكر يعني العداله المجاليه، هناك موضوع مهم جدا. اتذكر في شهر مارس في اللقاء الحزبي الذي عقده حزب التجمع الوطني في مدينه ورزازات، الكثير من المنتخبين اثاروا قضيه نفق تيشكا الذي هو مشروع استراتيجي ينادي به سكان الجهه يعني منذ سنوات، كانت احتجاجات وكانت أسئلة في البرلمان. فكان جواب رئيس الحكومة أنه لا بد من انتظار الدراسات، وحينما تكتمل الدراسات يعني سيخبر بشأن القرار، وما بغاش يعطي شي وعد كما قال أنه تعطت وعود من قبل لحد الساعة باقي ما شفناش. نعم جميل. تحققش يعني هذا الوعد. نعم جميل. وتنتمناو انه السيد رئيس الحكومه يعني مادام خذا بعين الاعتبار هذه الجهه ديال درعا تافيلات وبانها تحتاج الى رعايه حكوميه كبيره جدا، فلا بد ان نفق تيشكا له من الاهميه الشيء الكثير والكثير. يبقى الطريق الوطنيه ديال تيشكا تبقى تصوب تكمل وبخير. اللي بغى تيشكا واللي عنده عجله من امره راه كاين النفق، لانه النفق غادي يوفر بزاف ديال الامور، غادي خلينا نقولوا بانه غادي تولي مراكش ورزازات شيء بسيط جدا. بالتالي هذا سيساهم في ذلك الإشعاع السياحي لمدينه ورزازات. وما نتمناه اسماعيل أيت حماد، وممكن تصحح لي المعلومه، ما نتمناه اسماعيل أيت حماد بالنسبه لهذه المنطقه ديال درعا تافيلات وخاصه ورزازات وزاكوره الى اخره، ولكن خاصه ورزازات، انه ما لورزازات على المستوى السياحي، على المستوى المآثر التاريخيه، ما لورزازات ويجب ان يباع في ورزازات ولا يباع في مراكش على اساس انه مراكش. ما عرفت واش غلطت في المعلومه ولا فهمتينا اسماعيل؟ صحيح زميل حسين، وهذا يعني دائما تذكر المطالب أننا تنطالبوا الحكومات، تنطالبوا بالدعم، تنطالبوا بمجموعة من المطالب، ولكن يجب ألا ننسى أيضا فعالية المجتمع المدني ومهني القطاعات. مهني قطاع السياحة يتحملون مسؤولية كبيرة في الترافع، في الترويج لهذه الوجهة، في انتخاب من يمثلهم في مجالسهم ليعكس همومهم ويحقق مطالبهم. حنا تنعرفوا أن العالم الآن تيتطور بواحد الشكل كبير جدا، ومحتاج التسويق
اليات ديال التسويق اللي هي متطوره، وبالتالي لا يمكن ان نختار يعني ان المجالس الاقليميه للسياحه او المجالس الجهويه تختار من يستطيع ان يقوم بهذه المهمه، خاصه انه سيخاطب العالم باسره بلغات متنوعه ويستهدف ثقافات ليجلب السياح من كل بقاع العالم. نعم. بالتالي ما يمكنش ندير واحد انه فاقد الشيء لا يعطيه. اسماعيل أيت حماد وفي نفس الوقت ايضا مسؤوليه الحكومه ومسؤوليه الدوله قائمه ايضا. نعم صحيح، وبالواضح، شوف بالواضح وبالمباشر اسماعيل، بالواضح والمباشر هو انه كما قلتي لابد ان تكون نخب قوية جدا في إقليم ورزازات، في إقليم زاكورة، في إقليم الراشدية، في إقليم تينغير، تكون نخب قوية جدا للترافع من أجل السياحة في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة سياحية بما تحمله الكلمة من معنى، وعائدات السياحة تتخدم الناس أكثر وأكثر وتتخلي واحد الرواج تجاري بالمنطقة. فإذا قتلت فيها السياحة فذلك قطع للرقاب أو للأرزاق. بالمباشر هكذا عباد الله مرة ثانية وثالثة نقولها، قلنا برلمان الشعب ونقولها ونعيدها ونكررها ونقولها للسيد العزيز أخ النوش. عباد الله ما تبقاش مدينة ورزازات أو زاكورة أو تينغير أو غيرها أو قلعة مكونة منطقة عبور في اتجاه مثلا مرزوقة. عافاكم ما نبقاوش نبيعوا كما تنقولوا بلغة الدارجة لو برودوي توريستيك نبيعوه في مراكش على اساس انه يجي السائح يدوز جوج سوايع في ورزازات يشرب فيها قهوه ويتغدى فيها ويمشي يكمل. لا، خاص ترجع ورزازات كما كانت، فيها ليالي مبيت، خاص ترجع ليالي مبيت، خاص ما تبقاش باساج، خاص ورزازات تينغير زاكورة قلعة مكونة تولي على الاقل يجي السائح يقضي واحد 4 ايام 5 ايام حتى الاسبوع في هذه المناطق، ولا بغى يمشي لمرزوقة الرمله يمشي. جميل حسين. نعم، هناك نقطة مهمة في الجانب السياحي. قلت أن العالم تطور بشكل كبير ولا بد أننا نسير هذا التطور. هناك مسألة مهمة فيما يخص القطاع السياحي في مدينة ورزازات قليل اللي تيشير لها، أنه لا بد من تنويع المنتوج السياحي وتنويع أيضا يعني هناك السياحة الثقافية، هناك السياحة الدينية، هناك السياحة، هناك القصبات، صح. هناك الديناصور الآن في طور التشييد ديالو، وهناك مطالب بالإرجاع ديال الديناصور ديال تازودا في جامعة ديال إيمينولاون. تنتذكروا أن في الفترة فاش كانت الأزمة ديال السياحة في المغرب من بين المناطق اللي كانت في الأوج ديالها وازدهرت فيها السياحة مرزوقة ومحاميد الغزلان. وفي الفترة ديال كورونا رجع الحديث عن ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية. الآن كانت السياحة يعني السياحة الأوروبية وباقي السياحة الدولية انتعشت في هذه الفترة. هذا لا يبرر أننا خصنا ننسوا السياحة الداخلية، خاصة أن واحد العدد كبير من السياح المغاربة ما تعرفوش هذه المنطقة وتيفضلوا يقضيو العطل ديالهم في جنوب فرنسا او في دول اخرى بلا ما نديروا لها الاشهار. وبالتالي فحتى القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي راه ممكن نقول ان 500 درهم يقدر يدوز بها 3 ايام هنا في جهه درعا تافيلات او اقل من ذلك. نعم صحيح. واحد مثلا في قازان ستريسي ولا سميتو باغي يقلب فينا سميتو راه رخيصه درعا تافيلات فقط يقلب وغادي يلقاو يجيب الله التيسير. نعم والله يجيب التيسير كما قلت يا سي اسماعيل. ونتمناو هذه الزياره ديال العزيز اخ النوش بالوفد الوزاري المهم اللي معاه انها تخرج المنطقه من عنق الزجاجه على جميع المستويات، الطبيه التعليميه السياحيه الثقافيه، تخرجها كامله من عنق الزجاجه لانهم كانوا تنتظروا منذ مده وطال انتظارهم، وتنتمنى الزياره تخرجهم من قاعه الانتظار. شكرا لك اسماعيل أيت حماد. شكرا جزيلا. شكرا زميل حسين. وسنواكب ايضا هذه المشاريع والوعود ايضا. نعم ان شاء الله بطبيعه الحال. شكرا لك. شكرا.